رسميا فوز اشرف حكيمي للكره الذهبيه الافريقيه. الف مبروك لاخواتنا المغاربه، ما عندناش مشكله معاكم خالص والله، وحكيمي يستاهلها اكيد. تشامبيونز ليج مدافع وعامل كل الارقام دي، فحقيقي تستحقها. بس صلاح برضه كان يستحقها، لان الجائزه دي فرديه مش جماعيه، ولو هنتكلم على الارقام الفرديه فاكيد مليون في الميه صلاح اكتر من حكيمي ويستحقها في افريقيا كلها. صلاح هو افضل لاعب افريقي، ولكن مبروك لحكيمي، مش جايزه اللي هتخسرنا بعضينا. تاريخ يا ابني. حكيمي الافضل رسميا في افريقيا، اول مغربي بعد 27 سنه يفوز بالجائزه دي. اول مره لاشرف حكيمي اصلا يفوز بالكره الذهبيه الافريقيه. والله حكيمي تقريبا ده دعاء الام. الصوره اللي كانت بالاي اي دلوقتي بقت حقيقيه 100%. كده اشرف حكيمي يحقق الجائزه ويحقق حلم المغاربه كلهم. مبروك للشعب المغربي، مبروك لاشرف حكيمي، وعقبال اللي جاي. صلاح ايه اللي ما يستحقش الافضل في افريقيا؟ احترام لاشرف حكيمي. هو ايه اللي حصل وايه اللي اتعمل؟ واحد خد كل الجوائز الجماعيه والفرديه في الدوري الانجليزي، تاني اعلى مساهم في العالم ومن اعلى المساهمين في العالم. يا عم ارقام حكيمي عاليه وارقامه كبيره، ولانه يبقى ظهير الارقام اللي فوق اللي قدامك دي ارقام مرعبه ما عملهاش غير كريستيانو وميسي في عزهم. واحد واخد الرابع الكرة الذهبية على العالم كله، واحد واخد في الكرة الذهبية الكبيرة العالمية اللي هي في العالم كله واخد الرابع. اما صلاح خد الرابع في الكرة الذهبية العالمية اللي هي في العالم كله. الكرة الذهبية الافريقية اللي هي المفروض بتاعته مليون في المية، باش المرشح الاول ليها. احترام للجميع والتوفيق للكل، لكن اللي بيحصل ده اسمه عبث. افضل لاعب عربي جه في التاريخ والله العظيم. حكيمي احسن لاعب في افريقيا. والله كرة القدم دي مش عادلة. حقيقي محقق انجازات كتيرة جدا مع باريس واخد 3 بطولات، بس برضه كنت اشك ان حقيقي ممكن ياخدها. المشكلة ان الجائزة دي مش مفهومة، بتقاس بالبطولات ولا بالجوائز الفردية ولا بتقاس بايه بالظبط؟ البطولات كان المفروض محمد وهاب ياخد احسن مدرب في افريقيا، بس خلاص مهما نقوله مهما نعيد حكيمي خد احسن لاعب في افريقيا. سين بونو احسن حارس في افريقيا، المغرب احسن منتخب في افريقيا، والمغرب هي افريقيا. رسميا بالون دور لاشرف حكيمي. إيه على كل حال العام اللي فات بعد صدمة العام اللي فات كامل فرقوها له تاع العام اللي فات. هذا العام ما كاش كيفاش. قلتها لكم خوتي، اطلبوا منه السماح واعطوها له. اشرف حكيمي افضل لاعب افريقي، ولو انه هديه باينه بلا ما يجي الحفل وبلا الاخرين. فمعليش الحفله في بلادو يليق يكبر بهم ويحضر الحفل على اعلى مستوى. صالح ما جاش، على باله بلي ما فيهاش، على بالهم بلي ما فيهاش. هذه هي المشكل. العام اللي فات كامل قال لك اشرف حكيمي وجا حضر، على الاخر كانت صدمه. علاش؟ ربي ما فيه غير الخير. اشرف حكيمي خدم والحق، وكان قوسين يديها افضل لاعب في العالم. معليش دا بالون دور افريكا. العام الجاي يميريتي ان شاء الله يزيد بالون دور العالم خوتي، باسكو سيد خدم ويستاهل، ما كاش كاع كيفاش، كاع كيفاش. 100% يستاهلها. مبروك لاشرف. من هذه لا فوتو خوتي تفهم بوكو تشوز، تفهم باللي المغرب عاد بقوه للساحه، راهو يسيطر بالطول والعرض. الصوره هذه تفهم بوكو تشوز. وها بالك الصوره هذه ما تجيش هكاك. خدمه كبيره تخدمت، خدمه كبيره تخدمت باش لحقوا يحصلوا هذه كامل الالقاب. ابقى فيا غير المدرب وهبي اللي صراحه هو اللي ميريتي، هو واشرف حكيمي طبعا ميريتي. المهم كان ضحيه تاع تنظيم، باسكو جاتهم عيان وكيدو كاع التيتو. صح هذه هي عمي، هذه هي. المغرب ينافس نفسه بيتيتو. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. لنا موعد في كاس افريقيا، نقول للمغاربه لنا موعد في كاس افريقيا ان شاء الله. لنا موعد في كاس افريقيا. سلام. حكيمي لصلاح، حكيمي لصلاح. اوه اشرف حكيمي يستاهل. لعيب كبير، لعيب عالمي. هارد لك لمحمد صلاح ابن بلدي، ومبروك لاشرف حكيمي اللعيب العالمي اللي انا على المستوى الشخصي انا بعشق اشرف حكيمي. لعيب يا جماعه عمل كل الانجازات، ربنا يشفيه ويرجع لمنتخب المغرب بالسلامه. مبروك يا اشرف، لعيب راجل، لعيب بيحب منتخب بلده، لعيب من احسن اللعيبه مش في افريقيا بس في العالم. من قلب مصر بنقول لاشرف الحكيمي تستاهل يا اشرف الحكيمي الكره الافريقيه الذهبيه، وتستاهل احسن لعيب في العالم كمان. مبروك لاشرف حكيمي.
أشرف حكيمي هو أفضل لاعب في إفريقيا. أسد الأطلس هو أفضل لاعب إفريقي يستحق هذه الجائزة عن جدارة وعن استحقاق، عطفا لما قدمه أشرف حكيمي في هذا الموسم. بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل أيضا الدوري الفرنسي، وبطل الكأس الفرنسية. أشرف قدم موسم للتاريخ للأمانة، استحق فيه أن يكون أفضل لاعب في إفريقيا. مبروك لأسد الأطلس، مبروك لكل الشعب المغربي الوفي العظيم. عشان لما اطلع اقول لكم ان كرة القدم الافريقية والعربية بقت عبارة عن المغرب وشوية تفاصيل صغيرة تبقوا تسمعوا الكلام. بسم الله ما شاء الله، اكتساح للجوائز يا جماعة، اكتساح. افضل منتخب، افضل مدرب، افضل لاعب صاعد، افضل لاعبة صاعدة، افضل حارس مرمى. يعني جم كده ناس عكروا عليهم الصورة الصراحة. جه منتخب نيجيريا خد افضل منتخب للستات، جيت اللاعبة النيجيرية خدت افضل لاعبة للسيدات برضو. وجي فيستون مايلي لاعب بيراميدز خد جايزة افضل لاعب داخل القارة. ما زال ننتظر اشرف حكيمي، ان شاء الله باذن الله هو هياخد جايزة افضل لاعب في القارة. مبروك عليكم الاكتساح ده يا جماعة، تستاهلوا بجد. واسفين يعني لو في المنتخب بتاع البنات بوظ لكم الصورة، حقك علينا بجد، ما كانوش يقصدوا. حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا أخيرا، وظلم كثيرا بعد ما كان يستحق هذا اللقب في السنة اللي فاتت، وأنا قلت كده السنة دي. وأخيرا أشرف حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا، أسد الأطلس أفضل لاعب في إفريقيا، حفر اسمه خلاص من ذهب على جدران أبطال إفريقيا وأفضل لاعبين في تاريخ إفريقيا. أشرف حكيمي يستحق هذا اللقب من قبل كده، والحمد لله ربنا ما ضيعش تعبه. حكيمي نجم إفريقيا ونجم المغرب الأول، حكيمي أفضل لاعب في إفريقيا. كمان عايزين نبارك لضحى المدني على أفضل لاعبة صاعدة في إفريقيا، نبارك كمان لعثمان معمة على أفضل لاعب صاعد في إفريقيا، نبارك للمنتخب المغربي تحت 20 سنة على أفضل منتخب في إفريقيا. وهنا الغريب إن هم ادوا أفضل منتخب في إفريقيا لمنتخب المغرب تحت 20 سنة، وما ادوش المدرب وهبي مدرب المنتخب ده افضل مدرب. معرفش ازاي بصراحه ماذا فعل مدرب كاب فيردي عشان يفوز بهذا اللقب، غريبه جدا بالنسبه لي. انا قلت المنافسه بين وهبي والرجراجي، ولكن بالنسبه لي دي غريبه جدا. مبروك كمان اسد الاطلس ياسين بونو على افضل حارس في افريقيا، ويستحقها عن جداره. وكنت شايف انه خديجه رميشه تستحق لقب افضل حارسه، ولكن يعني معلش بالنسبه لي في علامتين استفهام، افضل مدرب وافضل حارسه، بالنسبه لي دول علامتين استفهام. مبروك لكل الجوائز المغربيه، مبروك لحكيمي وبونو، وباذن الله بالتوفيق فيما هو قادم.